يبدو أن تعيين خافيير ألبيرولا روخاس حكماً لديربي مدريد القادم يثير بعض الجدل، خاصة في أوساط جماهير ريال مدريد، وذلك بسبب قراراته المثيرة للجدل في مباريات سابقة للنادي، والتي يعتقد أنها أثرت على نتائج اللقاءات. أبرز الحالات المثيرة للجدل مع ريال مدريد: ديربي مدريد سبتمبر 2023، عدم احتساب خطأ على بيلينغهام قبل تسجيل أتلتيكو هدفهم الأول رغم وضوح التدخل. بطاقة صفراء فقط لخيمينيز بعد تدخل خشن يعتقد أنه يستحق الطرد. تغاضى عن لمسة يد داخل منطقة الجزاء على ماريو هيرموسو. إلغاء هدف لريال مدريد بسبب تسلل على روديغر رغم أنه لم يكن مشاركا في اللعب بشكل مباشر. مباراة ريال بيتيس 2024، عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد من دياغو لورينتي على كرة عرضية من فينيسيوس. تجاهل تدخل سابالي على سيبايوس داخل المنطقة، والذي رآه الكثيرون مستحقا لركلة جزاء. تعليق الجماهير والأعلام: تكرار هذه الحالات زاد من الشكوك حول أداء الحكم، وأدى إلى تصاعد الأصوات المطالبة بمزيد من العدالة التحكيمية والرقابة على مثل هذه القرارات المؤثرة في نتائج مباريات كبرى.